السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم شاهين. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله نشارككم مع بعض بيني بطريقة الشوارع الكورية. كيجي كما كتلاحظوا رائع شكلا وحتى في المذاق. كيجي خفيف ما شربش الزيت، والصراحة يعني أنا عجبتني هاد الطريقة ديال التحضير ديالو، كانت براتيك عملية بزاف، وحتى الوليدات عجبتهم هاد الطريقة ديال التقديم. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة للمقادير. كنحتاجو نصف كأس من الماء الدافئ وما يعادل 100 مليلتر. نحتاجو أيضا نصف كأس من الحليب الدافئ ما يعادل 100 مليلتر. هنا ممكن توضعوا كأس من الماء فقط أو كأس من الحليب فقط، يعني كيبقى اختياري. نوضعوا كأسين من الدقيق ما يعادل 250 غرام، هي 4 ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من خميرة الخبز، ملعقة من السكر سنيدة، وملعقة من العسل اللي كتبقى اختيارية ممكن تستغنوا عليها. الملح طبعا حسب الذوق، وكيس من سكر الفاني اللي ممكن نعوضوه بقشور البرتقال او قشور الحامض، يعني على حسب النكهه اللي كتفضلوها. نحتاجو ايضا ملعقه من الزبده، كتبقى اختياريه ممكن نستغناو عليها بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش مذاق الزبده. بالنسبه للطريقه، كنحضروا الخميره بشكل مسبق كما كنقول لكم دائما، يعني اي حاجه معجنات من الاحسن تحضروا الخميره بشكل مسبق. كنوضعوا ملعقتين من الدقيق، خميره الخبز، والماء اللي يكون دافئ، نخلطوا بالشكل هذا. من بعد كنغطيوه بواحد البلاستيك غذائي او فيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح تقريبا 10 دقائق فما فوق، يعني بشحال ما كان عندكم ديال الوقت حتى نص ساعه يكون احسن. انا هنا خليتها 10 دقائق فقط. كما كتلاحظوا هي هذه الخميره ديالنا. من بعد كنضيفوا الحليب الدافئ، هنا ممكن توضعوا الماء فقط. نضيفوا ملعقه من السكر، العسل اللي كيبقى اختياري، ولكن الصراحه هذا العسل هذا كيخلي البني ديالنا يجي خفيف اكثر. من بعد نضيفو كيس من السكر الفاني، نضيفو الدقيق اللي بقى لينا، احسن يكون منخول يعني مغربل، قليل من الملح حسب الذوق. نخلطوا هاد المكونات. هنا ممكن تخلطوا بالملعقه فقط لانه هاد العجين ما كيحتاج يتدلك نهائيا، يعني كنخلطوه نجمعوه فقط. هنا انا استعملت يدي، يعني هنا ما تحتاجوش العجانه نهائيا. كما كتلاحظوا العجين ديالنا هو هذا، كيجي خفيف. هنا بالنسبه للناس اللي كيفضلوا مذاق الزبده، انا الصراحه كتعجبني وكتخلي البني ديالنا يجي لذيذ. كنضيفوا واحد القطعه يعني ملعقه من الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، نحاولوا اننا ندخلوها في داك العجين. او ممكن انكم تذوبوها وتضيفوها في الاول، يعني من ضفنا الحليب نضيفوا في ديك المرحله الزبده، ملعقه من الزبده دائبه. كما كتلاحظوا العجينه ديالنا هي هذه خفيفه، ما محتاجيناش نهائيا اننا ندلكوها. هنا ما نحتاجوش اننا نخليوها تختمر. كندوزو مباشره نحضروا لي بيني ديالنا. بالنسبه للطريقه، كناخذوا هاد العويدات ديال لي بروشيت اللي كنحضروا فيهم لي بروشيت. بالنسبه لي انا هنا عندي المقلاة صغيره، اضطريت انني نقطع او نقسم هاد العويدات هادو على قد المقلاة. نتوما الا كانت عندكم المقلاة كبيره كتخليو العويدات كما كتلاحظوا على قد المقله. صافي كندهنوا يدينا بالزيت او ممكن نستعملوا الدقيق، انا كنفضل الزيت. كناخذوا العجين ديالنا نوضعوه على شكل كويرات اللي تكون صغيره بزاف، لانها مازال ملي نوضعوها في المقلاة تكبر تنتفخ. صافي من بعد كناخذوا العويدات ديالنا، كناخذوا هاد الكرات ونوضعوهم في العويدات كما كتلاحظوا. نحاولوا اننا نقدوهم بهذا الشكل هذا. هنا بالنسبه للاناء اللي توضعوا فيه هاد العويدات هادو ديال البني، ضروري يكون مدهون بالزيت باش ما يلصقوا لكمش، او يكون مغبر بالدقيق. هنا على حسب شنو كتفضلوا، الدقيق او الزيت. كما كتلاحظوا انا هنا العويدات ديالي صغار، يعني خداو ليا 3 ديال الكويرات، ونحاولوا نخليو واحد المسافه بيناتهم لانهم بعد منين يكبروا في المقلاة باش ما يتلصقوا ليناش. صافي كنواصلوا هاد العمليه، يعني كتبقى سهله الصراحه. اللي ناكد عليه هو انكم ضروري تدهنوا الصحن ديالكم او الاناء اللي توضعوا فيه هاد لي بيني بالزيت جيدا، او دردروا الدقيق، يعني شنو كتفضلوا باش ما يلصقوا لكمش. صافي داك
قطع ديال العويدات اللي بقاو لي درت فيهم زوج الوليدات. صافي كنغطيو لي بيني ديالنا بواحد الفيلم اليمونتير او بلاستيك غذائي او منديل، يعني فوطه على حسب نتوما شنو كتفضلوا، ونخليوهم يختمروا تقريبا واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه، يعني على حسب الجو، ما كياخذوش واحد الوقت كثير. الا كان الجو ساخن 10 دقائق كتكون كافيه. من بعد كندوزو باش نقليو هاد لي بيني ديالنا. كنوضعوا الزيت في المقلاة، النار تكون متوسطه نوعا ما، والزيت تكون سخونه. صافي كنوضعوا هاد لي بيني ديالنا وكنبقاو كنوضعوا فوقهم الزيت. كما كتلاحظوا الشكل ديالهم كينتفخ وكيرجع دائري، والصراحه انا هاد الطريقه جاتني عمليه بزاف لانه ما خداوليش وقت كثير. منين كنوضعوا البيني بشكل دائري يعني الشكل المعتاد كياخذوا واحد ليسباس، او كنضطروا اننا نوضعوا في المقلاة زوج او ثلاثه، يعني على حسب اذا كانت المقلاة صغيره او كبيره. بالنسبه لهاد لي بيني كنقدروا نوضعوا واحد الكميه كبيره في المقلاة. يعني الصراحه انا ما خداليش وقت بزاف ملي كنت كنقليه، وما كيشربش الزيت، كيجي خفيف خفيف بزاف وما شاربش الزيت نهائيا. صافي اللي تقلات كنزولوها وكنحاولوا اننا نوضعوها في واحد الشبكه، يعني كنفضل حسن من الورق النشاف، يعني ورق الضو. هادو هما لي بيني ديالنا. انا هنا وضعت كميه قليله، يعني كيبقى على حسب عدد افراد العائله. نتوما ممكن تضعفوا المقادير، اي توضعوا نصف كيلو او كيلو. كما كتلاحظوا كيجي مقرمش، يعني الطبقه الخارجيه كتكون مقرمشه وبالداخل كيكون خفيف ومفشفش وما شاربش الزيت نهائيا. ومن بعد كنزينوهم، كنوضعوا سكر سنيده او سكر بودره، يعني سكر كلاصي او الشوكولات على حساب نتوما شنو كتفضلوا. انا كيعجبني لي بيني بالسكر سنيده اللي وضعت فيه القليل من سكر الفاني، يعني كيعطي واحد النكهه رائعه. هنا للاشاره فقط، هاد البني هذا الصراحه كنت شفتو في واحد البرنامج ديال الاكل الشوارع الكوريه، عجبني بزاف، عجبتني هاد الطريقه. ولكن هما كيضيفوا البيض، يعني كما كنعرفوا اليابان كوريا كلهم كياكلوا البيض بزاف. انا فضلت انني نحضر هاد لي بني بدون بيض، لانه بزاف الناس ما كيبغيوش ديك الزفوريه ديال البيض. ولكن ضفت ملعقه ديال الزبده لانها كتخليه يجي هشيش وكتزيد واحد اللذه لهذا البني هذا. نتوما ممكن تستغنوا على الزبده بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش المذاق ديال الزبده. هذا هو الشكل النهائي ديال لي بني ديالنا. كما كتلاحظوا كيجيو زوينين بزاف في الشكل وحتى في المذاق، كيجيو لذاذ وخفاف وما شاربينش الزيت نهائيا. والصراحه كيعجبوا الوليدات بهذه الطريقه هذه. نتمنى انكم تجربوهم ونتاكد انهم يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم القناه وعجبوكم الفيديوهات اللي كنقدم، ما تنساونيش في الاشتراكات ديالكم والتعاليق واللايكات، بارطاجيو مع الاصدقاء اللي تعم الفائده. الى فيديو قادم ان شاء الله، خليتكم على خير.